صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي يا رب دايما تكونوا بخير وبأفضل حال، ودايما تكونوا مبسوطين وبصحة جيدة. حلقة جديدة معاكم النهاردة ان شاء الله من قناة شهودة الأحلى الوصفات. هنعمل وجبة عشاء سهلة جدا، اقتصادية جدا جدا، اي حد بقى يقدر يعملها، واتحداكي لو جعانة هتقومي تعمليها حالا. اتمنى طبعا ان حلقتنا تعجبكم وكل اللي انزله يعجبكم. ما تنسوش بقى لو بتشوفوا القناه بتاعتنا لاول مره الاشتراك والضغط على رمز الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد من عندنا، وكمان لايك للحلقه علشان تكبر بوجودكم باذن الله. تفعلوا بقى، عايزه الحلقه ديت تجيب اعلى نسبه مشاهده واعلى نسبه لايك. زي ما انتم شايفين كده المكونات بتاعتنا بسيطه. اول حاجه قشرت البطاطسيه كويس، هشطفها شطفه كويسه. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما شطفت البطاطس هبدا ان انا اقطعها مربعات صغيره. هقطعها الاول كده شرايح، وبعد ما قطعتها كده شرايح زي ما حضراتكم شايفين هبدا اقطعها صوابع. بسم الله. ومربعات. هقطعها بقى كلها بالطريقه دي. وبعد يا حبايبي ما قطعت البطاطس بالشكل ده كده كلها، هبدا بقى اخدها في الطبق واشطفها شطفه كويسه، وهسيب عليها ميه على اساس البطاطس بتاعتنا ما تسودش، على ما نكون جهزنا باقي مكوناتنا. ودلوقتي الدور جه على البصل، ان احنا بقى ننضفها كويس. اي نوع بقى بصل موجود عندك. هاخد البصل اغسلها غسله كويسه قبل ما اقطعها. كمان البصله هقطعها مكعبات او مربعات صغيره. الاول بنقسم البصله نصين، وباجي هنا باخدها كام شريحه كده، بس ما بوصلش للاخر، على اساس ان البصله بتاعتنا تفضل ماسكه نفسها وانا بقطعها، مش تفصل مننا. وهبدا اخدها بقى ايه عكس. ودلوقتي جاهزه ان احنا نقطعها. الحلقه ديت خاصه بحبايبنا اللي طلبوا وجبات سريعه واكلات سهله واقتصاديه يقدروا يعملوها عشاء او غدا او فطار. البصله بتاعتنا كده تمام. هي كمان هفضيها في طبق. كده باقي معايا البيض. هبدا بقى ان انا اكسره في بول او طبق معايا هنا. بسم الله. معايا 3 بيضات. هاخد على البيض رشه من الفلفل الاسود، وهبدا اخفق بقى البياض مع الصفار بالشوكه. البيض اللي انا حطاه صغير، بيض بلد صغير. لو عندك مثلا بيض كبير شويه ممكن تحط بيضتين بس.
ودلوقتي جاهزين ان احنا نشتغل عند النار. حطيت يا حبايبي طاسه على النار وهنزل فيها ب4 معالق كبار من الزيت، وهستنى الزيت بتاعنا يسخن. ودلوقتي يا حلوين بعد ما الزيت بتاعنا سخن هنزل بالبصل. بسم الله. وهنزل على البصل برشه ملح وهقلب. عايزه البصل بتاعنا كده ياخد لون كويس، يعني مش هنحمره قوي. دلوقتي يا جماعه البصله يعني قربت تاخد اللون اللي انا عايزاه زي ما انتم شايفين كده. هدي عليها النار وهروح اصفي البطاطس بتاعتنا على طول من الميه اللي احنا سبناها فيها. ودلوقتي جاهزين ان احنا نضيف البطاطس. بسم الله. مهم جدا بقى المرحله دي انك تشوحي البطاطس مع البصل. البطاطس كده تاخد طعم وريحه البصل، هتديها نكهه لذيذه جدا. هشوحها شويه كده 3 دقايق. وطبعا هديت النار، ما ينفعش ان احنا نشتغل على نار عاليه بقى في المرحله دي، لان البطاطس بتاعتنا ما فيهاش كميه سوائل كتير وممكن تلزق مننا، فاحنا هنهدي النار في المرحله دي. ودلوقتي بقى هضيف رشه بسيطه من الفلفل الاسود، وكمان رشه بسيطه من الكمون. هقلب بقى المكونات مع بعض. وكمان هنزل برشه شطه، ودي اختياري، اللي ما بيحبش الاكل الحار بلاش منها. ودلوقتي زي ما احنا شغالين على نار هاديه هغطي البطاطس مع البصل واسيبها دقيقتين على ما تكون البطاطس خدت شويه من ريحه وطعم البصل زياده. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما سبت البطاطس مع البصل دقيقتين ما شاء الله كده زي ما انتم شايفين، ما لزقتش ولا اي حاجه خالص علشان شغالين على نار هاديه. دلوقتي بقى هضيف نص كوبايه ميه. بسم الله. هتساعد بقى البطاطس ان هي تستوي معانا كده باسهل يعني واسرع. وهرجع اغطي عليها تاني لما البطاطس تشرب كميه الميه اللي ضفناها ليها. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما سيبنا البطاطس ما شاء الله شربت الميه الموجوده فيها اهي زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي بقى جاهزين ان احنا نظبط الملح بتاعنا. بسم الله. حسب الرغبه طبعا الملح. وهنقلب. ودلوقتي بقى جاهزين ان احنا ننزل بالبيض المخفوق اللي احنا اخفقناه كده برشه بسيطه من الفلفل الاسود. هقلب بس كده علشان البيض والبطاطس ياخدوا شكل كويس زي ما قلت لكم على نار هاديه. وهنغطي البيض بالبطاطس يستووا مع بعض كويس. وادي يا حبيبي ما شاء الله شكل الوجبه بتاعتنا ممتازه جدا، جميله جدا ما شاء الله هتعجبكم. دلوقتي البيض زي ما انتم شايفين استوى من الجوانب كويس، لكن من النص لسه حاجه بسيطه. في المرحله دي والمرحله دي اختياري هنزل برشه جبنه موتزاريلا تزيد بقى وجبه العشاء بتاعتنا جمال. وهغطي تاني على الوجبه بتاعتنا لما الجبنه تسيح. وادي يا حبايبي ما شاء الله الوجبه بتاعتنا بعد ما الجبنه ساحت. شايفين منظر الوجبه بتاعتنا ما شاء الله قد ايه رائع. معايا حاجه بسيطه بقى كده من الفلفل الاخضر على وش الوجبه كده، يا سلام، مع رغيف عيش كده متسخن. بجد مش هتحتاجي اي حاجه جنب الوجبه الرهيبه بتاعتنا دي. دي كانت حلقتي معاكم، اتمنى طبعا ان هي تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى تقوموا تعملوا الوجبه ديت حالا هتعجبكم جدا. دي كانت حلقتي معاكم، اترككم في رعايه الله مع لقاء تاني في حلقه تانية. وطبعا لو عجبتكم الحلقه والقناه ما تنسوش لايك، واستودعكم الله مع لقاء تاني في حلقه تانية ان شاء الله، والسلام عليكم.